السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا معكم جلال أرناج من مدينة وجدة. اليوم اتصلوا بي مجموعة من الإخوان على واحد الحالة إنسانية يرثى لها. هذه الحالة وهي سيدة طاعنة في السن، سيدة كبيرة في السن ديالها، كتعرض للضرب من طرف السيدة اللي كانت لها المنزل ديالها. هي كانت مولا الدار وصدقت جرات عليها ومسكنها في هذا الكراج. السيدة هي معنا. خالتي الحاجة السلام عليكم. السلام سيدي. خالتي الحاجه الله يخليك، بغيتك تحكي لنا القصه للناس والمشاهدين. انت كريتي انت هاد الدار ديالك؟ الدار ديالي وكريتي السيده وجرات عليك من دارك؟ كريت لها بغيت 3 ايام بعدا وقعت عليا صافي. كنت غير 3 ايام وجرات عليك؟ بقات تجري عليا وبقات تخطف. شحال من عام وانت ساكنه في هذا الكراج؟ ها؟ شحال من عام وانت ساكنه هنا؟ عادي راه نقول 3 سنين ولا 3 سنين. والسيده شحال من عام وانت كاريه لها؟ 9 سنين. 9 سنين. شحال خلصاتك في هاد 9 سنين؟ غير 3 شهور. غير 3 شهور. دونك غير 3 شهور 9 سنين وهي كاريه باك. ربي يشهد. وجرات عليك وسكنت ودارتك في الكراج. وراه كاع حوايجي باعتهم لي. دونك هذا هو الكراج اللي راكي ساكنه فيه. انا غادي نشوف الحاجه الكراج واحد دقيقه. اذا هنا الحاجه كتنعس. اذا كما شفتوا حاله يرثى لها، لا ضوء لا والو. اذا تذكرت دونك الحاجه ساكنه هنايا. كيجيك البرد خالتي الحاجه في الليل؟ انا نموت ماشي عاد لا يجيني البرد قاعده ونبات الليل وانا غير ديك القرعه نعمرها ولات تبرد لي عاوتاني. كيجيك البرد بالليل خالتي الحاجه؟ لا حول ولا قوه. كلشي وسيدي كي راني نبات وتشوف. لا اله الا الله محمد رسول الله. ونخاف ونقلق وعندي لا ما لا ضوء. مرحاض ما عندكش حاجه؟ لا كاين غير في الدار. واخا بالنسبه للحاجه حتى محاوله القتل كاينه ياك؟ كاينه شنو دارت لك؟ كتضربك؟ ضربتني تضربني وقالت لك والله غير اللي الخدمه فيك ما خدمه حد بالحد. وقلتي لي كتجي بالليل وتجيب معها الرجال؟ وجابتهم ودخلتهم ودقوا عليا عاد في البيت نتاعي في الليل يديرونجيوك؟ وتنوض في الليل وتبقى تضرب في البيبان. تضربك كتجي هرست الزيجان وهرست تهرس عليك كل شيء ومن بعد جابتك هنا. واخا الحاجه وبالنسبه للقتل قلتي لي دارت لك شنو دارت لك باش فليتوكس وبلعت عليك الباب؟ الفليتوكس بقات تدخلوا لي مع الشقاق تاع الباب وانا وانت تردحي بوحدك؟ وانا نردح غير بوحدي. بوحدك واخا. وبالنسبه للبوطه؟ البوطه مشيت جبت انا نحسبها راها كي يقول له وهي قال عليها تيو. حليت البوطه وديتها جبتها من الحانوت وركبتها. نركبهم غير روحي ركبتها وكي شعلتي؟ انا حليت البوطه وهو ساط عليا التيو. غير ربي يسترك. واخا الحاجه شكيتي بها؟ شكيت بها للبوليس المحكمه؟ شكيت عطاوك حقك؟ ما عطاونيش لا في البوليس ولا في المحكمه؟ في البوليس ولا في عمرو ما لغاو لي حتى في المحكمه. انت ما عندك لا حنين لا رحيمه خالتي الحاج. عندك غير هاد الدويره صافي بغات تديها لك هاد المراه. هذا ما اذا كتشوفوا هاد السيده في هاد البرد والمشتى كتعيش حياه بدائيه. دونك وجده حتى هنا في وجده كما شفنا المعاناه ما كاينش فقط في الجبال، كذلك كاين معاناه داخل الحواضر. اليوم هاد السيده هذه كتعاني بمعنى الكلمه. معنا كذلك مدير جريده داخل مدينه وجده. شنو كتقول في هذه الحاله السي؟ قدم لنا راسك. نوري عبد القادر مرقب باللاويه مدير جريده. هذه الحاله اتصلوا بي الاخوان الاصدقاء نتاعي قالوا لي واحد الحاله، واحد المراه مسكينه عندها 80 عام، واحد الحاله لا يرثى لها. جيت بعين المكان اتصلت بهذه المسكينه بهذا الشيبان اللي هذه الله يجعل ربي يطول العمر تاعها. كانت في واحد الحاله تشف يعني مقطوعه من شجره، ما عندها لا والدين ما عندها لا خوتها لا عائله لا والو، وساكنه في واحد الكراج كانها مسكينه بحال حاشاكم بحال شي حيوان، لان حيوان احسن منها. كان النداء نتاعي كنطلب من المجتمع المدني وكنطلب من السلطات العليا. اما المدينه هنا راه اتصلت بجميع دقت كاع البيبان، مشات رجال الامن مشات المحكمه ما كان حتى واحد ينادي كمنادي. كنتصلوا حنايا والنداء نتاعنا المسؤولين الكبار والمدير العام للامن الوطني سيد حموش والسيد وزير العدل وسيدنا الله ينصرو باش يشوفوا هذه راه مسكينه ما عندها لا تاكل لا تشرب لا غطاء لا والو. في هذه الايامات نتاع البرد القارس راه ما عندها مسكينه والو. كنطلبوا الناس يدخلوا المجتمع المدني باش ينقذوا هذه. راه مسكينه ما عندها والو، راه عندها غير الله والمجتمع المدني. وراه مسكينه كتطلب الناس المسؤولين يدخلوا فورا عاجلا. اذا كانت كلمه ديال الحاجه اللي كتعاني، وكانت كذلك كلمه ديال السيد مدير جريده داخل مدينه وجده. وفعلا هي معاناه ديال هذه السيده. لذلك كما قال السيد عبد القادر نطالبوا السلطات العليا ديال البلاد باش ياخذوا بعين الاعتبار هذه الحاله
اللي هي كارثيه انسانيه، واللي تعاني بزاف، وهي طاعنه في السن. لذلك راه ما كاينش المعاناه فقط في الجبال او في مناطق اخرى، المعاناه كذلك كاينه في الحواضر داخل المدن. نتمناو هذا يعني هذا الفيديو وهذا النداء ديالنا يلقى اذان صاغيه داخل القلوب الرحيمه واللطيفه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.